عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير جدا، افتقدتكم جدا. بس انا النهارده جايه لكم باخبار حلوه وجديده زي ما طلبتم مني ان انتم محتاجين تعرفوا الجديد كله اول باول ومن مصادر موثوقه زي ما اتعودنا. بس قبل اي حاجه زي ما اتعودنا كل مره متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب قناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تنزل تكتب تحت كومنت لطيف شبهك وتقول محتاج ايه المره الجايه. وما تنساش زي ما اتعودنا برضو كل مرة تدعي لنفسك تدعي كل الناس ان انتوا تطلعوا مجبرين خاطر ان شاء الله. وما تنساش تصلي على النبي في قلبك كده. يلا نبدأ ونشوف احنا هنعمل ايه. انا النهارده جايه اقول لكم ايه اخبار التصحيح والمواد وصلت لفين وايه اللي اتصحح وايه اللي لسه، والتنسيق هل هيقل ولا هيزيد زي ما اتكلمنا، وتوقعات التنسيق بتاعت كل مره لحد ما نوصل لاخر يوم تصحيح. بص يا سيدي، خليك معايا كده علشان تعرف كل حاجه. اول حاجه نفس الكشكول اللي فيه الاخبار كلها بتاعت كل مره عادي خالص. يلا نبدا ونشوف. انا هبدا معاكم بماده ايه. اول ماده معانا الكيمياء. نسبة النجاح بتاعت الكيمياء 88.9. الكيمياء اللي ما كانتش محلولة 88.9 ناجح. معنى كده اللي ما دخلش بس هو ده اللي ما نجحش. النسبة عالية جدا. طب كام حد جايب نقفل الدرجة 5000 طالب زي ما الوزير قال بنسبة 65%. طب حلو. طب كام حد جايب فوق 95%؟ يعني من 55 بقى وانت طالع لحد 60. 2.5%، بمعنى 30,440 طالب جايبين من 55 ل60. ممكن انت تكون منهم، ممكن صاحبتك صاحبك اخوك ابن عمك، كلكم هتكونوا منهم. نسبة النجاح عالية جدا. معنى كده ان الوزير ما سقطش حد في الكيمياء، اللي دخل نجح. طب حلو، نيجي للتاريخ زي ما كتير من الأدبي طلب. نسبة النجاح بتاعت التاريخ 90.2%. التاريخ اللي كان صعب بالنسبة للأدبي نسبة النجاح عالية جدا، ودي نسبة كبيرة يعني محصلتش قبل كده. طب كام حد جايب فوق 95%؟ قالوا بمعدل حوالي 14,000 أو 13,000 في الحدود دي، مش أكتر. نيجي بقى لنسبة نجاح الجغرافيا. نسبة نجاح الجغرافيا 91.6. معنى كده ان هي اعلى من التاريخ وواضحة جدا. طب كام حد عدى 95%؟ تقريبا بنسبة 20% او 21%. النسبة عالية جدا اللي فوق 95%. معنى كده ان الدرجات حلوة. طب ازاي الدرجات حلوة وانت بتقولي التنسيق هيكون قليل؟ ما انت اصبر عليا. نيجي بقى لنسبة نجاح الفيزياء اللي هي برضو بالنسبة لكم كانت صعبة. 91%. متخيل؟ 91%. نسبة النجاح عالية جدا. طب كام حد جايب فوق 95% في الفيزياء؟ ما يقارب من 7% أو 8% في الحدود دي، مش أكتر من كده. طب حلو، نسبة النجاح دي انت كل مرة بتيجي تقولي لنا نسبة النجاح بتقولي التنسيق هيوصل لفين. طب التنسيق هيوصل لفين بقى دلوقتي بعد ما نسبة النجاح مثلا في مواد بتعلى في مواد بتقل؟ زي ما هي وهتفضل زي ما قلت لكم ان المرحلة الاولى في علم علوم هتبدأ من 88%. ليه هتبدأ من 88%؟ لازم تبدأ من 88% لان الطب العسكري هياخد من 87%. لازم. طب معنى كده ان مثلا طب هيجي من 89 ل90 في الحدود دي، مش هيزود، لان لازم يكون الفرق ما بين الطب العسكري والطب العادي ما يقارب من 1.5. يوم ما يزيد هيبقى 2، ودي ما حصلتش على مدار السنين اللي فاتت كلها. طب الفنية العسكرية والهندسة نفس الحوار بالظبط. المجموع طول ما هو لازم يكون على الأقل في 1.5 2 في الحدود دي، مش كتير. طب الناس اللي دخلت بعتتلي وقالت لي طب احنا البابل شيت بتاعنا كنا خايفين وناس وترونا وقالوا لنا، انا اتكلمت معاكم يا شباب في الفيديو اللي فات، ولو كنتوا سمعتوه للاخر كنتوا هتعرفوا والله كل ده. الورقة اللي بتطلع من الجهاز مش متصححة او ناقصة حاجات بتتراجع. الورقة بعد ما يطلع من الجهاز بيتراجع. ورقتك لو مشخبط فيها كلها ومشخبط على ال4 اكيد الجهاز هيحسبها غلط.
ان الجهاز بياخد واحدة بس. لو هو عمل كده والجهاز حسب غلط، المراقب بيرجع يراجع الورقة بتاعتك، يقولك دي مختار الصح. ماشي، عمل التلاتة التانيين غلط، هو مش هيضيع مصيرك علشان الجهاز مش راضي يقرأ اجابتك، فالاجابة بتتاخد صح. التصحيح بيراعوا فيه كتير جدا ان هما يقفوا جنبكوا. التصحيح حلو، التنسيق هيبقى حلو وهيبقى قليل. الناس اللي قالت الامتحانات ما كانتش صعبة، كانت صعبة. بصوا، انتوا ما تقارنوش نفسكم بالسنة بتاعتكم، انتوا قارنوا بأول دفعة للتابلت والجو ده. بس التنسيق هيكون حلو، ما تقلقوش وما تخافوش، هتوصلوا لحلمكم. بس خلي عندك ايمان بربنا، ادعي كتير، استغفر كتير. خلاص هانت، كلها ايام ثانوية ازهرية، انا مش ناسياكم، بس خلاص كلها ايام ونتيجتكم هتظهر. يعني ما عدتش غير حاجة بسيطة. بس ما تخافوش خالص، التنسيق ايا كان او ايا اللي حصل، فانت ان شاء الله هتدخل الكلية اللي نفسك فيها. ولو ما دخلتش الكلية اللي نفسك فيها، خليك عارف ان المكان اللي انت رحته هو ده نصيبك، وهو ده مستقبلك، وهو ده اللي المفروض تكون فيه. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.